ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا قصة جديدة ان شاء الله هتعجبكم. يلا بينا نسمع القصة. وقبل ما نروح نسمعها حابب افكركم زي كل مرة الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. يلا بينا وما نطولش عليكم اكتر من كده. في قرية صغيرة من اطراف الصعيد كان في بيت قديم ومهجور كله تراب وشبابيكه مكسرة، والناس هناك بيتجنبوا انهم يعدوا من جنب منه حتى ولو كان بالنهار، لان اي حد بيدخل البيت ده ما كانش بيخرج منه تاني. الحكاية بتبتدي مع مروان، شاب عنده 28 سنة، دماغه مريحاه، مش بيؤمن بالخرافات. كان صحفي بيشتغل في جريدة بتهتم بالقصص الغامضة. لما سمع عن البيت ده قرر انه يكون اول واحد يكسر اللعنة ويدخل ويكتشف الحقيقة. وفي ليلة ضلمة القمر كان فيها مخنوق ووراه سحاب تقيل، مروان أخد الكاميرا بتاعته وشوية حاجات ودخل البيت. أول ما عدى من الباب الحديد واللي كان الصدمة ليه، حس كأن حاجة تقيلة نزلت على صدره، وريحة عفن ملهاش تفسير مالية المكان، والجدران كلها عليها رسومات غريبة ومخيفة وكأنها تعويذات مكتوبة بدم ناشف. أول حاجة لاحظها إن البيت رغم إنه مهجور من سنين إلا إنه لسه فيه آثار الأقدام، وكأنها يا دوبك من ساعة واحدة بس، وكأن في حد لسه عايش جوه. فضل ماشي بحذر. وسط الصالة الكبيرة كان في مراية ضخمة مش متغطية بالتراب زي باقي العفش اللي موجود. لما قرب منها شاف نفسه، بس كان في حاجة مرعبة. وشه في المراية كان مبتسم ابتسامة مخيفة قوي، وهو أصلا ما كانش بيبتسم. فجأة سمع خبط خفيف جاي من الدور اللي فوق. طبيعي في اللحظة دي أي حد عاقل كان يخرج جري، بس مروان طلع السلم وهو ماسك الكاميرا. كل خطوة كان معها صرخة كأن حد بيتوجع. طلع ووصل لآخر الطرقة، لقى باب أوضة مقفول، بس أكرة الباب بتلف كأن في حد بيفتح الباب من جوه. حاول يفتح الباب بالعافية، ولما دخل لقى بنت صغيرة قاعدة في نص الأوضة لابسة فستان أبيض مش نضيف وشعرها مغطي وشها. بهدوء غريب رفعت راسها، بصلها لقى عينيها كانت سودة وكأنها محفورة في وشها. قالت له بصوت أجش مش صوت طفلة: خدني معاك قبل ما هو يجي. لسه هيرد عليها، وقبل ما يتكلم الباب فجأة اللي وراه اتقفل لوحده، وصوت خطوات تقيلة بدأت تقرب منه. مروان لف بسرعة ملقاش حد، رجع يبص على البنت تاني ما كانتش موجودة في مكانها. فجأة حس بأنفاس سخنة في ظهره وصوت خشن بيقول: من وقتها مروان ما طلعش من البيت ده أبدا. بس في يوم واحد من زمايله في الجريدة اللي كان شغال فيها وصله طرد غريب، كان فيه الكاميرا بتاعت مروان، ولما شغلها كان آخر لقطة كانت وشه وهو في المراية. بس المرة دي وشه كان بيتغير، وشه بقى وش حد تاني. والأغرب إن الكاميرا سجلت صوت مروان وهو بيهمس: أنا لسه جوه، خرجوني. ولحد النهاردة اللي يعدي من جنب البيت بيحلف إنه بيسمع نفس الهمسة دي في ودنه. الصحفي اللي استلم طرد مروان اسمه شريف، كان زميله الأقرب، وكان مروان بيحكي له دايما عن مغامراته. بس لما شاف الكاميرا وشغلها حاجة في قلبه اتقلبت. مروان كان شاب عقلاني، مش ممكن يكون بيمثل أو بيهزر. رغم الرعب اللي دب في قلبه قرر شريف إنه لازم يعرف الحقيقة. جهز نفسه وقرر يروح للبيت المهجور عشان يدور على أي أثر لمروان. في الليلة اللي اختارها الجو كان برد بطريقة غريبة رغم إن الفصل كان صيف. أول ما وصل قدام البيت حس بحاجة مش مريحة. الباب الحديد اللي حكى عنه مروان كان مفتوح كأن حد مستنيه. دخل شريف وهو ماسك الكاميرا بتاعته ودفتر صغير كان بيكتب فيه ملاحظاته. وكل ما يتعمق في البيت يحس بالخطر كأنه بيزيد. على الحيطان اللي مروان وصفها لقى نفس الرسومات الغريبة، بس المرة دي في اسم مروان مكتوب بدم كأنه لسه مكتوب حالا. حركة خفيفة جاية من فوق، وده نفس اللي حصل مع مروان. شريف طلع السلم بهدوء، بس بقى قبل ما يوصل لآخر الباب اللي فوق
فتح لوحده. جوه الأوضة كانت نفس البنت قاعدة، بس ملامحها كانت متغيرة. عينيها كانت واسعة وأغمق وفيهم دموع سودة بتسيل على خدها. بصت لشريف وقالت له: انت جيت عشان تطلعه؟ شريف اتجمد مكانه، لكنه سألها بصوت مهزوز: مروان في. مدت البنت ايديها وشرحت على الحيطة اللي كانت جنبها. كان في مراية، بس كانت المراية دي مشققة من النص، ولما قرب شريف منها شاف فيها صورته، لكن كان وراه حد في المراية. ده مروان كان واقف جوه المراية، وشه كان شاحب وعيونه مليانة خوف. حاول يتكلم لكن كأن صوته مش طالع. البنت همست لشريف: لازم تخرجه قبل ما هو ياخدك بداله. وقبل ما يفهم معنى الكلام حس ببرودة مسكت ايده. بص بسرعة لقى ايد مروان طالعة من المراية بتحاول تمسكه، وبدون ما يفكر شد ايده بسرعة. بس كل ما يسحب اكتر الايد اللي جوه بتتراجع كأن حاجة مسكاه. وفجأة الكاميرا وقعت على الأرض وفضلت تسجل. الصبح لما الأهالي لقوا باب البيت مفتوح دخلوا بحذر شديد، وللأسف ما لقوش شريف ولا مروان، بس الكاميرا كانت هناك. ولما شغلوها آخر لقطة كانت للمراية اللي ظهر فيها وش شريف، بس عينيه كانت سودة بالكامل. ومن ساعتها محدش دخل البيت ده وطلع تاني. واللي يسمع همسة في ودنه وهو معدي: خرجني، لازم ما يلتفتش وراه، إن لو بص هيفضل محبوس معاهم للأبد. وبهنا نكون وصلنا لنهاية قصتنا النهاردة، واللي أتمنى أن تكون عجبتكم. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة العيد. أتمنى منكم زي كل مرة تدعموني باللايك وشير، وياريت لو كومنت جميل ترفعوا فيه من روحي المعنوية. أشوفكم على ألف خير. سلام.